من أين بدأت الحكاية؟ في قلب القاهرة القديمة، وتحديداً في حي الدرب الأحمر. في يوم من الأيام كان في سجن في القاهرة اسمه خزانة شمال. السجن ده مكان مرعب، مليان قصص عن الظلم والمعاناة، لكن القدر كان شايل حكاية مختلفة تماماً للسلطان المؤيد شيخ المحمودي. المؤيد شيخ قبل ما يبقى حاكم مصر كان سجين في خزانة شمال، وهو جوه الزنزانة المظلمة دعا ربنا وقال: يا رب لو خرجت من هنا وتوليت الحكم ههدم المكان ده وأبني مسجدا يليق بجلالك بدل السجن ده. ربنا استجاب لدعائه وخرج المؤيد من السجن. أول حاجة عملها المؤيد شيخ لما مسك الحكم كانت هدم السجن. ما اكتفاش إنه يمحي أثر الظلم، لكنه قرر يحط مكانه حاجة تنشر النور والروحانية، فبنى جامع المؤيد شيخ في الفترة بين سنة 818 هجرياً و 824 هجرياً، واختار يبنيه في شارع المعز لدين الله الفاطمي عشان يكون معلم في قلب القاهرة. الجامع ليه 4 واجهات، لكن الواجهة الجنوبية الشرقية هي المدخل الرئيسي هناك في الطرف الشرقي، بتدخل منه على صحن كبير في النص، وفيه فوارة للوضوء شكلها جميل جدا، وحوالين الصحن فيه 4 أروقة للصلاة، وأكبر رواق فيهم هو رواق القبلة. على الجانبين من رواق القبلة كان فيه قبتين، واحدة منهم اتهدمت والتانية لسه موجودة. المؤيد دفن نفسه وبعض أبنائه في القبة دي، والأجمل من كده إنه استغل برجي باب زويلة اللي كانوا قريبين جدا من المسجد وبنى عليهم مأذنتين. المأذنتين دول كانوا على الطراز المملوكي، مليانين نقوش هندسية بتخطف العين على طول. الجامع ده مش مجرد مكان للصلاة والعبادة، ده شاهد على قصة حياة سلطان خرج من ضيق السجن لعظمة الملك، قصة فيها وعد ووفاء، وعد بني على أنقاض الظلم وتحول لمكان مليان جمال وروحانية. لو عديت في يوم في شارع المعز وشفت الجامع، افتكر إن كل حجر فيه بيحكي حكاية عن إن الظلم ما بيدومش الوقت طويل، وإن النور دايما بينتصر في النهاية.